السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحة. وجيت لكم بفيديو جديد ومفيد كالعادة، وهو تنظيف بيت السلاحف. كتير بيسألوني وبيقولوا لي ازاي نقدر ننظف بيت السلاحف ويفضل نظيف عشان ما نغيرش التربة باستمرار. هنا طبعا حبيت اوريكم ان البيت كان متبهدل على الاخر. انا طبعا سبت، ما حبيتش ان انا اروقه زي ما يعني الم بواقي الاكل زي ما بلمها باستمرار، عشان طبعا اعمل لكم الفيديو ده. بس طبعا زي ما متعودين دايما قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده زقزوق جعان فجاي لي فاكرني بحط له الاكل. بس طبعا انا لسه قلت اروق انضف البيت الاول من بواقي الاكل ده، وبعد كده ايه احط لهم الفطار بتاعهم. تمام. يلا نذكر الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دي البقيات الصالحات. طبعا بتقل الميزان، فطول ما احنا قاعدين يا ريت نقولها باستمرار، هنلاقي ميزاننا تقل جدا من الحسنات. هنا طبعا انا جبت مقاشة صغيرة وابتديت الم بواقي الاكل من على وش التربة كده بالراحة طبعا، على اساس الم العروق دي. طبعا العروق دي باقيه من الخبيزه، العروق بتاعتها جامده شويه كده، فهم كلوا الاوراق وسابوا العروق. فاحنا ممكن يعني نقدم لهم الورق بس ونشيل منه العروق، او ممكن نقدم الاتنين مع بعض وهم بينقوا الورق بس منه عادي. طبعا زقزوق نشيط جدا. هنا طبعا انا عملت لهم لميت العروق كده، يعني عملتهم على بعض، وبعد كده هبتدي ان انا اشيلهم. اوكي. على فكرة البيت نفعني جدا اللي انا عملته فوق السطح، خصوصا انه واسع. طبعا لو عاملاه ضيق ما كانش هيبقى لذيذ ولا لطيف، ولا كانوا السلاحف هيحبوه. انا كنت عامله لكم قبل كده فيديو برضو بيت للسلاحف فوق السطوح، بس كان من كنبة بلدي. انا بحب اسهل عليكم تملي تربية السلاحف، وبحب ابسط لكم الامور، وعلى حسب امكانياتكم اعملوا. بس اهم حاجة السلاحف بتحب الاماكن الواسعة والنظيفة. هنا طبعا فلة انا طلعتها بره، ولسه طبعا هنضف لها دي بواقي الاكل بتاعتها، هنضف لها برضو البيت بتاعها. وهنا طبعا دي بندوقة عسولة وشقية. هنا طبعا زقزوق وزقزوقة، بسم الله ما شاء الله النشاط. والبيت واسع بيشجعهم بقى ان هم يروحوا ويجوا وشمس بقى. بس طبعا انا لازم اثناء الصيف ارطب لهم البيت باستمرار، وكمان بحب ارش على الصدفة بتاعتهم مية، على اساس لو الصدفة من اشعة الشمس بتبقى سخنة شوية. يعني لو حطينا ايدينا على الصدفة بنلاقي الصدفة سخنة شوية، فما بحط لهم المية دي بنعمل لهم ترطيب، عشان طبعا ما يجيلهمش اجهاد حراري، برغم ان انا عامله لهم مخبأ وكل حاجة، وفي بيبقى جزء ظل وجزء شمس. بس الحركة دي حلوة جدا ومفيدة جدا للسلاحف. هنا طبعا بعد ما نضفت لهم ورطبت لهم التربة بحط لهم طبعا الاكل. انا طبعا غسله الاكل كويس جدا. معانا الاكل النهارده خس وخبيزه. الخبيزه مفيده جدا، وانا ما بصدق الاقيها في السوق بصراحه. هما في ناس بيطبخوها وبياكلوها، بس انا لا، انا بجيبها للسلاحف بصراحه. هنا طبعا برش ميه على الاكل تاني عشان السلاحف وهي بتاكل برضو يبقى الاكل مترطب بالميه، يبقوا بياكلوا يعني ايه وبيشربوا في نفس الوقت. تمام كده. شكلهم جميل قوي، بسم الله ما شاء الله. شايفين ازاي؟ طبعا انا بحط الاكل وبرطب السلاحف وبرطب الاكل بالميه، وبسيبهم براحتهم بقى. السلحفه الجعانه اكيد هتاكل. لو في سلحفه سابت الاكل ومشت ما بغصبهاش يا جماعه على الاكل، لا انا بسيب لهم حريه الاختيار. اكيد لو جعانه هتاكل زي بقيه خواتها. هنا شايفين لوزه وهي بتكلم السلاحف الصغنطوطه عسوله خالص لوزه دي. هي طبعا حبيبه قلبي هتتجنن وتطلع تلعب مع السلاحف بره، بس طبعا ما ينفعش، عشان طبعا زي ما حضراتكم عارفين اثناء فترة علاج الديدان لازم السلحفة تاخد الجرعة كاملة، عشان نتأكد ان ما عندهاش ديدان، وكمان عشان مش تعدلنا السلاحف التانية بالديدان، لان الديدان معدية جدا. هنا طبعا لما السلحفة عندنا بتبقى عندها ديدان بنفرش تحتها ورق ابيض، وهي طبعا لما بتعمل حمام بنلم الورق كده بسهولة جدا، غير طبعا التربة، وبنبتدي نتخلص منه بمنتهى السهولة. كده اريح واحسن بكتير. تمام. اما ما ينفعش ان احنا نربي
السلحفة على تربة زراعية مع رمل، عشان خاطر يعني الديدان وكده. بعد ما تخف نبقى نحطها لها. هنا طبعا انا هكنس برضو البلاط مكان ما انا لميت الورق، برضو في حاجات بواقي اكل واقعة عشان النمل زي ما قلت لحضراتكم. هبتدي يعني اكنس البيت وانضفه، وابتدي الم طبعا بواقي الاكل دي، وافرش بقى من جديد. انا كنست البيت كله زي ما حضراتكم شايفين كده بوريكم. البيت ريحني كتير جدا جدا جدا، خصوصا في علاج يعني خصوصا ان انا عندي سلحفة مريضة، فده ريحني كتير في الموضوع ده. هنا طبعا برضو هجيب ورق جديد ابيض وافرشه بقى بدل الورق التاني اللي اتبهدل. دي ميزة بقى الورق الابيض، ان احنا بنشيله بسهولة وبنتخلص منه، وبنفرش مكانه لغاية طبعا ما السلحفة هتخف خالص، ونتأكد ان هي ما عادش عندها ديدان. الحمد لله رب العالمين، الحمام بتاعها بقى نظيف وما عادش فيه ديدان، بس برضو ده مش كفاية. يعني ده مش يثبت لنا ان هي ما عندهاش ديدان، لان في الديدان احيانا بتبيض، والبيض بيفقس وبيرجع يكبر تاني، وترجع تنزل ديدان تاني. فعشان كده احنا بنديها الجرعة الوقائية اللي بقول لحضراتكم عليها. اللي ما شافش الفيديوهات بتاعة الديدان يرجع للقناة، انا شارحة كذا فيديو بكل استفاضة وبالتفاصيل. هنا طبعا انا جبتها وحطت لها الفطار بتاعها. وهنا طبعا السلاحف التانية حطت لهم هنا بقى لسه. سوري بقى على الازعاج بتاع العربيات في الشارع. سوري بقى. هنا طبعا جه الدور على فلة، ونبتدي بقى نحط لها برضو ورقة نظيفة كده بيضة، ونحط لها الاكل بتاعها ونحطها في الشمس. هي برضو لسه خجولة شوية، بس الحمد لله بتتحرك، ويعني اما انا ببعد عنها بتتحرك وبتاكل، بس طول ما حاسة ان حد جنبها بتبقى خايفة وداخلة جوه الصدفة بتاعتها. هنا طبعا جيت دور على السلاحف الفأس. برضو انا كنت حطاهم في تربة زراعية، بس حسيت انها بتتعب عينيهم، فقلت لا احط لهم ورق ابيض تحتهم، وبرضو ابقى اشيله كده بسهولة وانضفه، انضف تحتهم يعني. وبعد كده ابقى احطهم هنا. طبعا يبقى انا كده نضفت للسلاحف كلها البيت بتاعها. انا طبعا بوريكم لو السلحفة عيانة نفرش تحتها ورق، ولو السلحفة جديدة ما ينفعش ان احنا نحطها حتى لو ما عندهاش ديدان. طبعا يعني المفروض اما نجيب سلحفة جديدة نديها جرعة وقائية، عشان خاطر نتأكد هي عندها ديدان ولا لا. سواء عندها او ما عندهاش لازم نعمل الخطوة دي يا جماعة. هنا طبعا بندوقة في حال والسلاحف في حال تاني خالص. بندوقة مستلمة زيزي من اول موسم التزاوج، وهي عمالة تخبط فيها ومش سايباها في حالها خالص. وزيزي زي ما حضراتكم عارفين يا عيني مسالمة على الآخر يعني فبندوقة شقية جدا. هنا طبعا فلة بتحب الخس، فانا حطيت لها خس عشان تاكل. بسم الله ما شاء الله شهيتها مفتوحة جدا، وبسم الله ما شاء الله بتاكل كويس جدا. وهنا عندي السلاحف الفأس للأسف التوأم شهيته ضعيفة جدا، يعني ما بياكلش كتير زي اول ما طلع. بس اديني بحاول معاه وبعمل اللي عليا، والباقي على رب العالمين. هنا طبعا انا حطاهم على سيراميكا، بحطهم على الشمس في الشمس، وكمان ببعدهم شويه عشان الكاميرا تجيبهم كلهم. هنا طبعا لوزة بسم الله ما شاء الله اتحسنت، وكمان بتاكل كويس جدا بسم الله ما شاء الله، يعني بتاكل كمية اكل حلوة جدا. وزي ما قلت لكم كده الحمد لله رب العالمين، حتى مع الشمس والاهتمام والنظافة لسانها اتحسن كتير عن الاول. وان شاء الله كمان هي تخف من الديدان، ونبتدي نحط لها كالسيوم بقى عشان الصدفة بتاعتها متبهدلة على الاخر. فربنا يعيننا ويقوينا ويجازينا خير على فعل الخير، وربنا يعني يجعله في ميزان حسناتنا ان شاء الله. طبعا تربية السلاحف مش سهلة يا جماعة، مسؤولية كبيرة هنتحاسب عليها، فلازم نكون قد التربية ونعمل اللي علينا والباقي على رب العالمين. احنا بنعمل اللي علينا والباقي على رب العالمين. التوفيق من عند ربنا والشفاء من عند ربنا، بس احنا في الاول وفي الاخر احنا بنهتم بيهم، لان ده كائن لطيف وجميل وعايز فعلا اهتمام وعايز نظافة. عايز نوفر له بيئة تشبه لبيئته الطبيعية، وهو بسم الله ما شاء الله يكون صحة ونشاط وحيوية. بحبكم في الله. إذا عشت وكان لي عمر انتظروني في فيديو جديد. إلى اللقاء.